السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المشجع الجميل، الأهلي يواصل الزحف نحو القمة، والأهلي الفوز التاسع على التوالي بالفوز على فاركو 2-1 في مباراة فنيات فيها فيها شغل فني حلو قوي من كولر في الشوط الأول خاصة، وأيضا التشكيل اللي بنسبة كبيرة كان مناسب للمباراة بالرغم من وجود بعض الأخطاء الدفاعية اللي هنتكلم فيها والحالات الفنية والكلام ده كله. بس في البداية ما تنساش يا صديقي قدام وسطك الفيديو اعمل لايك وشير، ولو مشترك في القناة تشترك وتفعل زر الجرس، ولو بتشوفنا على فيسبوك يا ريت تعملنا متابعة. وقبل ما نبتدي بأي حاجة ندعو ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا سترها في المباراة الأخرى، مباراة سموحة مع بيراميدز اللي كانت في استاد الإسكندرية، وحصل كده ماس كهربي في الاستاد والماتش توقف ودخلت الإسعاف ودخلت المطافي وقدروا ان هم الحمد لله يسيطروا على الموقف دون اي خسائر. ولكن المباراة الغيت او بقى هتتأجل، هتتلعب تاني، هل هتلعب الوقت المتبقي؟ مش عارف والله اللائحة والقانون بيقولوا ايه في الحاجات اللي زي دي، ولكن خلينا نشوف الفترة الجاية. اهم حاجة في الموضوع كله ان ربنا سترها ومفيش اي حد حصل له اي ضرر من اي نوع، ده المهم جدا في المباراة. والمباراة بالمناسبة كانت 1-1 يعني ما بين سموحة وبيراميدز، والحمد لله وقدر الله ما شاء فعل. نشوف بقى المباراة هتعمل فيها ايه الفترة اللي جايه. خلينا اكلمك النهارده على مباراة فاركو والنادي الاهلي اللي ابتدى النهارده مارسيل كولر بداية الى حد ما كويس. مارسيل كولر النهارده في تشكيلته وهو الدفع بيه خالد عبد الفتاح وعودة عبد المنعم من جديد، وايضا عودة الشناوي، فلعب في حراسة المرمى بالشناوي، وفي قلب الدفاع رامي ربيعة مع عبد المنعم، شمال طبعا كريم فؤاد اللي مستمر معاه بقاله فترة، وايضا يمين خالد عبد الفتاح بديلا لمحمد هاني. قلب الوسط اللي ما اتغيرش بقاله فترة اكرم ومروان وامام عاشور. اما في المقدمة حسين الشحات وسام ابو علي وطاهر محمد طاهر. خلينا اكلمك في البدايه عن الشوط الاول. هي بدايه هاديه للمباراه، والنادي الاهلي يعني بينزل كده دايما كعادته، بقاله فتره ما بينزلش ضاغط من اول دقيقه، لا بيجس النبض، بيحاول ان هو يسيطر على الكره، مستحوذ مهيمن على الكره بشكل كبير جدا. 10 دقائق النادي الاهلي ممتلك الكره ولكن دون اي خطوره، مع دفاع مستميت لنادي فاركو واللعب على الهجمات المرتده اللي كان ملحوظ جدا في اول 10 دقائق ولا اول ربع ساعه بالكتير. لما تيجي كده تبص على المباراه في اول ربع ساعه وتقرا الفرقتين تشوف ان النادي الاهلي بيهاجم بيسيطر مهيمن على الكره، ولكن دفاع فاركو دفاع مستميت بشكل كبير جدا ومقفل العمق الدفاعي بتاعه بشكل كبير جدا قدام هجوم النادي الاهلي. وكل ما لاعب من لاعبي النادي الاهلي يحاول ان هو يخترق من العمق كانت الهجمه بتنتهي تماما. فاذا انت لازم تفطن ان في اول ربع ساعه لازم العب على الاطراف، لازم اشغل الاطراف بتوعي شويه، ناحيه اليمين طاهر وخالد عبد الفتاح، وناحيه الشمال كريم فؤاد ومعاه حسين الشحات، لازم يشتغلوا شويه على الاطراف. وبالفعل النادي الاهلي ابتدى يشتغل على الاطراف. في الدقيقه 16 كريم فؤاد بيعدي حلو قوي وبيعمل عرضيه ولكن في ايد الحارس. وفي الدقيقه 19 اختراق لكريم فؤاد، اختراق كويس جدا وتعديه ومرور كويس قوي، والفكر في التسديد كان كويس، ولكن النتيجه وحشه تماما وغير مرضيه. التصويبه مش افضل شيء، ولكن الفكره ان انت قدرت ان انت تستغل الاطراف. لازما ان انا الاختراق عندي من العمق واقف، العب بقى على الاطراف، وبالفعل ده حصل. وايضا المفروض تعمله اكتر بعد الاختراق هو التسديد من خارج المنطقه، وبالفعل ده حصل في الدقيقه 22 تسديده من اكرم توفيق بعد ما رجعت من الدفاع، تسديده حلوه قوي 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 بشمال اكرم تعدي جنب القائم يا دوبك بحاجات بسيطه جدا، كان هيكون جون ولا اروع، لان الكره في مستوى حلو قوي، الجون مش هيقدر يعمل لها حاجه بالرغم من انه ارتمى عليها، ولكن تعدي جنب القائم بحاجات بسيطه. علشان يعدي نص ساعه من الماتش، وزي ما قلت لك الاهلي مسيطر مهيمن بيعمل كل حاجه عشان توصل تقريبا نسبة استحواذ النادي الاهلي تقريبا ل 75% مقابل 25% النادي فاركو، اللي يا عيني بيلعب على الهجمات المرتدة على استحياء كده وبيروح باكتر من كرة ولكن دون تركيز كبير. نادي فاركو لو كان مركز في الهجمات المرتده، دفاع النادي الاهلي اقدر اقول لك شوط اول او نص ساعه لحد دلوقتي كان مش افضل حاجه، وتمركزاته ما هياش افضل حاجه، بدليل ان في الدقيقه 11 عبد المنعم بيرجع كوره بطريقه خطا جدا للشناوي اللي بيطلع من مرماه وبينقذها في الوقت المناسب. وده تايم حلو قوي للطلوع من الشناوي، انقذ الكوره في الوقت المناسب، وده
في عدم تركيز من دفاع النادي الاهلي. ايضا كرة تانية في الدقيقة 6 كان في تسديدة من لاعب فاركو، تسديدة حلوة قوي ولكن مرت بجوار وهنا كان في هدوء من دفاع الاهلي وادوله اريحية كبيرة ان هو يصوب براحته. فاذا نص ساعة مجملها كشوط اول انت مسيطر مهيمن، رحت على اكتر من كرة، ولكن هجمات المرتدة لو كان في تركيز من فريق فاركو كان قدر يعمل حاجة. وبعد كده تقريبا من الدقيقة 30 لحد الدقيقة تقريبا 35 او 34 الاربع 5 دقايق دول كان في هدوء نسبي في المباراة. اللعيبة كده بتمرر الكرة. انا يعني قلت ايه الهدوء ده وقته ليه؟ انت المفروض الوقت ده وقت ضغط اكتر، خاصة عشان الاهلي يخرج شوط اول متقدم، وده فعلا اللي حصل. بدأ لاعيبة النادي الاهلي يتقدموا، وواضح ان مارسيل كولر على الخط عنفهم شوية، عشان كده بدأوا يضغطوا على الخصم. وفي الدقيقة 35 تقريبا كورة لطاهر محمد طاهر عرضيه عدت كده بغرابه شديده، بس دي نتيجه ضغط. خلينا اجيلك في الكره اللي بعدها من الناحيه الثانيه، ناحيه حسين الشحات. في الدقيقه 37 حسين الشحات بيروح بكره حلوه قوي وبيحاول يقط اللاعب كده ويخش ويخترق من العمق بعد ما كان متطرف شويه، ولكن تقطع منه وترتد على النادي الاهلي هجمه مرتده كانت واعده لفريق فاركو، ولكن قدر لعيبه النادي الاهلي ان هم يردوا الكره تاني ويلعبوا نفس اللعبه. في الدقيقة 39 لحسين الشحات، وحسين الشحات بيعمل نفس اللعبة، ولكن المرة دي اعتمد على أسامة أبو علي في 1-2 كرة ولا اروع ولا اجمل، وار2 كده جون عالمي لحسين الشحات في مزيكا، جون مزيكا بصراحه من اول بدايته، قطع الكرة للاعيبه نادي والارتداد الهجومي للاعيبه النادي الاهلي ان هم يروحوا يعملوا هجمه، والكرة عن طريق الشمال عن طريق حسين الشحات، والقطه اللي بيعملها الحلوه، واعتماده على اسامه ابو علي اللي لعبها له بشكل يعني مظبوط بالمسطره التوب بتاعت اسامه ابو علي، وكان ار2 هدف النادي الاهلي الاول، هدف ولا اروع ولا اجمل بصراحه، وجون اول للنادي الاهلي. بعد كده فضل الاهلي ضاغط، وده المطلوب اثباته، ان انا جبت جون ابدا ان انا فعلا اضغط على الخصم عشان اجيب الجون الثاني. وبتروح كوره لاسامه ابو علي في الدقيقه 41 بيسددها الكرة، مفيش احسن من كده، يعني ظهر الكرة لف وعمل وشاط، كرة روعة بتيجي في العارضة، مالكش حظ يا اسامه النهارده، كان هيبقى جون بصراحة اروع من الجون اللي قبله، ولكن التوفيق وعدمه منع اسامه ابو علي من تسجيل الهدف الثاني للنادي الاهلي. وفي الدقائق الاخيرة من الشوط الاول بيجي لاعب فاركو في هجمة مرتدة حلوة قوي، بيشوط كرة روعة الروعة بصراحة، كرة حلوة قوي متصوبة بشكل جميل، ولكن بتعدي بجوار القائم بحاجات بسيطة. وهنا اللي بكلمك فيه فكرة الدفاع بتاع النادي الاهلي اللي ما كانش مركز بشكل كبير، انت بتدي اريحية للاعيبة، لاعيبة فاركو، ان هم يشوطوا ويفكروا ويعملوا عليك هجمات مرتدة بشكل كبير وخطير في بعض الكور، ولكن ان الكرة دي مرت بسلام وامان على الشناوي، كان توقيتها وحش قوي لو كان جه جون لفاركو. خليني اكلمك بقى على الشوط الثاني واللي ابتدى فيه فاركو ضاغط بشده على النادي الاهلي في 7-8 دقائق، في ضغط مستميت من نادي فاركو، لان خلاص نادي فاركو 1 زي 2 زي 3 فلازم ينزل يضغط، وبالفعل نزل ضاغط بشكل كبير جدا على الاهلي، والاهلي يمتص ولاعيبه النادي الاهلي تمتص اندفاع نادي فاركو ويتراجعوا للدفاعات عشان خاطر يقدروا يسدوا الضغط الكبير بتاع نادي فاركو. وبالفعل نادي فاركو قدر يحصل على اول ضربه ركنيه بسبب ضغطه الجامد على النادي الاهلي في بدايه الشوط الثاني في الدقيقه 54. في الدقيقه 54 اول ضربه ركنيه، فده دليل ان الشوط الاول فاركو يمكن ما راحش على الاهلي الا بكام كوره وما كانوش اخطر حاجه، لكن لما ضغطوا في الشوط الثاني وبداوا يروحوا بداوا يعملوا ويشكلوا خطوره على مرمى النادي الاهلي، وضربه ركنيه في الدقيقه 54 ثم ضربه ركنيه اخرى بعدها بدقيقه تقريبا. لكن بعد كده النادي الاهلي يستفيق واللاعيبه تبدا ان هم بقى خلاص امتصوا غضب لاعيبه فاركو والضغط بتاعهم، ويبداوا يطلعوا ويهاجموا نادي فاركو، علشان في الدقيقه 57 في كوره حلوه قوي، كوره تفصيله مهمه الا وهي تفصيله اكرم توفيق. الكوره كانت مع طاهر محمد طاهر، بيتضغط عليه بتتقطع، لكن اللاعب بعد ما قطع الكوره ولسه بيلف لاعب نادي فاركو كبس عليه اكرم توفيق حلو قوي عشان بعد كده ياخد الكوره ويريحها لطاهر محمد طاهر عشان يرفعها
بيرفعها باريحيه كبيره جدا للي واقف لوحده تماما، حسين الشحات، اللي يوقف الكره ويصوب الكره بشكل كويس، ولكن بتخبط في الدفاع وبتخش جون النادي الاهلي الثاني بهدف رائع جدا بسبب الضغط بتاع اكرم توفيق. تفصيله مهمه جدا لاكرم توفيق ونقطه حلوه لعب عليها النهارده. وللاسف بعدها بدقيقتين على طول قدر نادي فاركو يعمل هجمه مرتده بشكل كويس وعرضيه تيجي ليه رامي ربيعه اللي بيطلعها وهو يعني بيجري كده، فترتد لانكاده المدافع نادي فاركو عشان يشوط كوره صاروخ ارض جو في الشناوي عشان يجي فاركو الهدف الاول وتصبح النتيجه 2-1. بعد الجون بتاع نادي فاركو ده النادي الاهلي بدا يضغط اكتر واكتر عشان خاطر يعني يحاول ان هو يعزز الهدف او الفرق الهدف ده، يجيب جون كمان يريح الدنيا شويه عشان النتيجه كده ما تبقاش متارجحه وان انا واقف يعني خلاص في اي لحظه ممكن يجي فيها جون، خاصه ان انا بنافس على الدوري. فعلا النادي الاهلي بدا يضغط، فعلا النادي الاهلي بدا تضغط وبدا يروحوا باكتر من كوره خطر، وسام ابو علي جات له كوره، الشحات صوب كوره، فالنادي الاهلي فعلا حصر نادي فاركو بشكل كبير جدا. حتى فاركو لما كان بيروح باكتر من كره ما كانوش بيقدروا يعملوا فيها حاجه بسبب ان خلاص اللياقه البدنيه بدات تقل بشكل كبير جدا. النادي الاهلي ضاغط عليهم، فاي هجمه للنادي الاهلي بتشكل خطوره. فاذا الماتش في الدقائق الاخيره دي كان مفتوح تماما. مارسيل كولر بيجي في الدقيقه 80 وبيعمل تبديلاته عشان خاطر يوقف ويفوق الفريق في اخر 10 دقائق، وبينزل طاهر محمد طاهر وبيدخل عبد القادر وبينزل وسام ابو علي وبيدخل موديست وبينزل امام عاشور وبيدخل مكانه السوليه عشان خاطر يقفل الجزء دوت ويعزز المنطقه الهجوميه ويغير الدم شويه كده. بالفعل النادي الاهلي بدا يسيطر اكتر على الكره، بدا يهيمن، بدا الماتش يعني يسير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي يسيروا الماتش كده عشان خاطر يخرج لبر الامان بشكل كويس. ويعني بيجي في الدقيقه الاخيره وبيغير ايضا مروان وبينزل ديانج، بيسحب الشحات وبينزل مكانه محمد هاني عشان خاطر اللي هو يعني خلاص بيريح اللعيبه بشكل كبير جدا، وقدر النادي الاهلي يسير الماتش. وفي ماتش بصراحه انا اشوف ان المجمل كويس جدا. ونيجي عند بعض اللعيبه اللي ممكن يعني الجمهور يقف قدامها او المشجع الاهلاوي يقف قدامها، هو وجود طاهر محمد طاهر بقاله فتره ما بيبداش اساسي، النهارده بدا اساسي. طب ايه كلام عليه او الدنيا معاه ايه؟ طاهر محمد طاهر شوط اول يمكن ما كانش افضل حاجه، الجبهه اليمين دي ما كانتش افضل حاجه مع خالد عبد الفتاح، تحس ان الاثنين بقالهم كتير ما بيلعبوش وفجاه نزلتهم مع بعض. فده ان انت بتبتدي بعبد الفتاح وبتبتدي بطاهر برضه تديله الفرصه. الماتش بصراحه انا شايفه يسمح يعني من البدايه ماتش فاركو مش الفريق المرعب، فالماتش يسمح ان انت تدي اللاعب واثنين من البدايه بقالهم كتير ما بيلعبوش، ومش مشكله يعني طاهر لحد ما ممكن يمشي وممكن الدنيا تمشي معاه لو كمل على كده واستمر على كده. في اكتر من كوره يعني ما كانش فيها تركيز، ولكن العرضيه بتاعته لحسين الشحات كان فيها تركيز ومهم جدا. خالد عبد الفتاح نفس الكلام، الحته والتغطيه الدفاعيه بتاعته ما كانتش افضل حاجه، ولكن في التكمله الهجوميه كان بيروح وكان بيسلم الكره بشكل كويس جدا. كان لما بيزيد لنص الملعب كان بيقطع بشكل يعني في قوه وفي افضليه له بشكل كبير جدا. فاذا ممكن تقول طاهر النهارده 5 من 10، وايضا خالد عبد الفتاح 6 من 10. فكبدايه حلوه، بقالهم كتير ما بيبداوش اساسي، فانك تبتدي بيهم النهارده اساسي وياخدوا درجات زي كده فده شيء كويس. نيجي على فدول يعتبر اللعيبه اللي بادئين اساسي وبقالهم فتره ما بيلعبوش مع النادي الاهلي. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي. وفي نهايه الفيديو يا عزيزي ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو لو مش تابعنا. ريت تابعنا. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.